بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم. أنا طارق عروة من مسجد توحيد الإسلام في كوريا. اليوم الخميس 7 من شهر ديسمبر العام 2023. الساعة الآن 9:35 صباحا بتوقيت كوريا. تعادل الساعة 2:35 صباحا بتوقيت السودان. والآن سأبدأ تسجيل رقم 5 من مذكرات أم السلام، قصة حياة السيدة هاجة هامون، والذي رفعت بالأمس على صفحتي فيسبوك التسجيل رقم 4، وقبلها بدأ من التسجيل رقم 1 و2 و3، والآن إلى التسجيل رقم 5. العنوان: الجانب الأول: لعب والدي دورا أساسيا. حسنا، من الآن فصاعدا عليك أن تلبسي هذه الملابس عندما تخرجين. هذا ما قاله لي جدي لأمي. نظرت إلى الحذاء الغريب وسألت: ما هذا؟ رد علي قائلا: إنه يدعى بالكعب العالي. خلال الحكم الاستعماري الياباني في كوريا، كانت الموضة الغربية مثل الكعب العالي تقريبا منعدمة في المناطق الريفية، ولكن جدي هونغ يو إل كان رجلا نبيلا مثقفا، وقد رحب بالأشياء الحديثة. لقد ذهب شخصيا إلى المدينة واشترى أحذية ذات كعب عال من أجل كل النساء في أسرته. كان طويلا ولطيفا ووسيما، وكان الجميع يحترمون تفكيره التقدمي. فعلى الرغم من ترعرعه في منزل ذي خلفية كونفوشيوسية صارمة، إلا أنه كان متقدما على زمانه. ومن المثير للاهتمام أنه عندما التقيت بالأب مون للمرة الأولى، أحسست في قلبي بأنه يشبه جدي، وقد كان ذلك أحد الأسباب التي جعلتني أرتاح له عندما قابلته للمرة الأولى، على الرغم من أنني كنت في 13 من عمري فقط. لم يكن الأب مون غريبا بالنسبة لي. كانت جدتي لأمي جو وون مو امرأة ذات حجم صغير وملامح جميلة، بالإضافة لكونها مسيحية متدينة. فقد كانت كادحة ونشطة، وكانت تكسب معيشتها من خلال إدارة عمل صغير يدعى محل بيونغ آن لبيع وإصلاح ماكينات الخياطة. في ذلك الوقت كانت ماكينات الخياطة باهظة الثمن، وتعتبر أهم مكون لجهاز العروس. وأعجب سكان المدينة بجدتي لأنها قدمت خصومات كبيرة لعائلات العرائس الجدد، ولأنها أعدت خططا للدفع على دفعات، والذي كان عملا غير مسبوق آنذاك. كما اعتادت على الذهاب من قرية إلى قرية لتحصيل الدفعات الشهرية، وهي تحملني على ظهرها. لقد اختبرت العالم الواسع لأول مرة خلال تلك الرحلات. انتقلت عائلة جدي من تشونجو التي هي موطن زوجي، وعبرت نهر تشونغ تشون إلى بلدة أنجو، وعلى وجه الدقة قرية شينيوي في بلدة أنجو. ورثت والدتي إيمان جدتي جو ون مو الملتزم، وكانتا تذهبان إلى كنيسة ميثودية محلية في أنجو حتى صار عمرها 19 عاما. وفي الواقع كان راعي تلك الكنيسة هو الذي أعطى والدتي اسمها هونغ سون إي. درست والدتي في مدرسة أنجو الابتدائية، وفي عام 1936 تخرجت من مدرسة إرسالية مسيحية تدعى بأكاديمية قديسي بيونغ يانغ. تزوج والدي في كنيسة يسوع الجديدة في 5 مارس 1934، وولدت أنا طفلتهما البكر والوحيدة عام 1943 بعد 9 سنوات. مرت هذه السنوات الطويلة على غير العادة قبل أن أولد، ليس بسبب أن والدي قد كانا محرومين من نعمة الإنجاب، بل بسبب أنهما كانا يعيشان منفصلين، وكل منهما منهمك في حياته الدينية. وبالنسبة لوالدي فقد كان منهمكا أيضا في مهنته كمدرس، فقد درس في مقاطعة يومبيت في محافظة هوانغ هاي التي كانت على بعد مسافة من منزل والدتي، ولم ترغب والدتي في الانتقال إلى هناك. لقد قاد تفاني والدتي العظيم لعيسى المسيح
إلى تركيزها لكل وقتها واهتمامها على عملها في الكنيسة. وكان هناك سبب آخر أيضا. أراد جدي وجدتي الزوجين هونغ أن يجعلا والدي هان سونغ أون وريثهما، إلا أنه لم يقبل ذلك، فلكونه الابن الأكبر لعائلة هان لم يسمح له والداه بأن يضع جذوره في بيت زوجته، لذلك لم تنتقل هي للعيش معه ولم ينتقل هو ليعيش معها. لكن الله أراد لي أن أولد، وهكذا ظهرت للوجود في منزل جدي في شينيوي ري أنجو. لقد ترعرعت هناك وقبلت وجود الله بشكل طبيعي جدا. في عام 1945 عندما استعادت كوريا استقلالها، قسمت القوى العظمى شبه الجزيرة الكورية على خط عرض 38، وسرعان ما تحول فرح استعادة بلادنا إلى يأس، فقد وضع الروس الحزب الشيوعي الكوري في منصب القيادة، والذي قام بتنفيذ سياسات مدعومة بقمع وحشي. كنت في الرابعة من عمري عندما ظهر والدي فجأة في بيتنا معلنا إن الظروف لن تتحسن هنا، لا يمكنني أن أدع عائلتي تعيش هنا، لنذهب إلى الجنوب. لم يكن بوسع والدتي إلا أن تفكر مليا في طلب والدي غير المتوقع، في حين أنها عاشت حياتها من أجل هدف وحيد وهو لقاء المسيح في مجيئه الثاني، إلا أنها في حقيقة الأمر لم تكن تعرف ما ستفعله عند لقائه. لقد مزقها طلب زوجها إلى قسمين: هل سيكون من الأفضل البقاء هنا والسير في الطريق المجهول لإرادة الله، أم هل يجدر بي أن أختار العيش كربة منزل عادية؟ لقد فكرت مليا بهذه الأسباب. آه لقد فكرت مليا بهذه الأشياء ثم اتخذت قرارها وقالت: لن أستسلم للاضطهاد الشيوعي، سأبقى هنا وأواصل مسيرتي في طريق الإيمان من أجل استقبال الرب. صعق والدي لكنه رحل كما قرر مسبقا. لم تكن والدتي الشخص الوحيد الذي بقي في الشمال لإيمانه بأن عيسى المسيح سيظهر هناك. كانت بيونغ يانغ تدعى أورشليم الشرق، وكانت المسيحية في ازدهار كامل هناك. لقد كانت مكانا مقدسا، حيث أعدت الكنائس التحضيرات من أجل استقبال المسيح في مجيئه الثاني. وعلى الرغم من أن المسيحيين من التيار السائد قالوا بأنه سيعود في السحاب، إلا أن المجموعات الروحانية في بيونغ يانغ آمنت بأنه سيأتي بالجسد، وآمنت والدتي مع جدتي بذلك تماما. لقد كانتا في ذلك الوقت تذهبان إلى كنيسة يسوع الجديدة، التي كانت من أكثر الكنائس حماسة في المدينة. وعزمت والدتي على أن تبقى في بيونغ يانغ وتواصل في مهمتها كعضو من أسرة المسيح المؤمنة. على الرغم من أن والدي قد بذل قصارى جهده للوفاء بواجباته كزوج وأب، إلا أن العناية الإلهية فصلت عائلتنا في نهاية المطاف. عندما شاهدته وهو يغادر عبر البوابة قلت لنفسي: لن تكون هذه المرة الأخيرة التي أرى فيها والدي، غير أنني كنت مخطئة، فقد كانت تلك آخر مرة رأيته فيها. باستثناء السنوات التي كنت فيها صغير جدا، فقد عشت حياتي بدون أبي هان سونغ أون. أحيانا كنت أتساءل عن مكانه وعما يفعله، لكنني لم أبحث عنه أبدا. كان ذلك بسبب الكلمات التي سمعتها من والدتي وجدتي منذ أن كنت طفلة صغيرة: إن أباك هو الله. لقد نشأت وأنا أعرف بأن هذه الكلمات هي الحقيقة التي لا تتغير. بما أنني ولدت كابنة الله، اعتقدت اعتقادا راسخا بأنه أبي الحقيقي، لذلك لم أشعر بأي ألم تجاه رحيل والدي. لقد تم تشكيلي منذ لحظة تكويني لكي أكون الأم الحقيقية التي ستكرس حياتها من أجل أهداف الله. إنني أنظر إلى كل شيء من هذا المنظور: الحكم الاستعماري الياباني، والحرب الكورية، وطفولتي المليئة بالمصاعب، وأسرتي المكونة من جدتي وأمي، والحب المسيحي الذي غلفني ليلا ونهارا.
إنني أقدرها كفترة نمو أعدتها السماء، وبأخذ كل شيء بعين الاعتبار لعب والدي دورا أساسيا. علمت لاحقا أن والدي قد كرس حياته من أجل التعليم في كوريا الجنوبية، فقد عمل معلما في أكثر من 16 مدرسة خلال خلال فترة 40 عاما، وتقاعد كمدير لمدرسة. لقد انتقل بسلام إلى حضن الله في ربيع عام 1978، وبعد فترة طويلة عندما كانت الحركة التوحيدية تبني مقرها الدولي على بحيرة شومبيونغ، علمت أن والدي قد عمل في مدرسة ميون الابتدائية في قرية سوراك على بعد بضعة كيلومترات قليلة من مجمعنا. ونسبة لأني أعيش في هذا الموقع الآن، فإنني أفهم أن خطة الله قد كانت أن تجمع بيني وبين والدي في النهاية. عنوان جانبي: ينادي الله أولئك الذين يختارهم. على قاعدة 6000 سنة مضطربة من تاريخ عناية الله، جاءت الابنة المختارة الوحيدة إلى هذه الأرض. لقد انتظر عدد لا يحصى من الناس بفارغ الصبر، جاهلين لما ينتظرونه، ومن دون أن يكون لديهم مفهوم عن الابنة المختارة الوحيدة من تعاليم أديان العالم. كان زوجي هو من اكتشف أنه لكي يظهر الله ابنته المختارة الوحيدة فقد كان عليه إيجاد أمة عانت من الظلم لأكثر من 5000 سنة، وتمتلئ الآن بالمسيحيين المتدينين. إن كوريا هي تلك الأمة. منذ العصور القديمة أحب الكوريون السلام، وارتدوا الملابس البيضاء تقديسا لله ولأسلافه. إن روح التقوى البنيوية والولاء والعفة، والتي هي الفضائل الأساسية للحياة البشرية، تعيش وتتنفس في تاريخ كوريا. علاوة على ذلك، ومن منظور تاريخي، فإن كوريا هي المكان الذي أثمرت فيه أديان العالم، وعلى الرغم من أن تاريخ المسيحية فيها ليس طويلا، فقد اختارها الله كأمة وشعب يرسل إليه ابنته المختارة الوحيدة. لقد أدرك الأب مون أن الله سيعمل من خلال أسرة تكون فيها قلوب أجيال ثلاثة من البنات الوحيدات مرتبطة في إيمان مليء بالتضحية. وأرشدت الروح القدس الأب مون لكي يكتشف هذا في الكتاب المقدس. لم يرى ذلك أي شخص آخر، وحينما تم استيفاء هذه الشروط، وقتها فقط يمكن استقبال أم السلام المعدة لتحقيق العالم المسالم على هذه الأرض. على كل واحد منا أن يشعر بالامتنان العميق لولادته. لا يوجد شخص واحد ليس لميلاده أي معنى. علاوة على ذلك، فإن حياة الإنسان ليست له لوحده. إن السماء والأرض وكل الأشياء في الكون مترابطة من خلال خطوط الطول والعرض. السلام يعني أن تكون جميع الطاقات في كل العالم وفي كل الكون منسجمة. لذلك لا ينبغي لأحد أن يقلل من قيمة حياته، وعلينا أن نفهم جيدا أن كل شخص هو كائن ثمين ولد من خلال أعمال الله المقدسة في الكون. أما بالنسبة لي، فقد ولدت في خضم عالم تلتهمه الفوضى، حيث لم يكن من الممكن رؤية أي بصيص للأمل. فقد كانت الحرب العالمية الثانية التي ابتدأت في خريف عام 1939 تزداد حدة، كما كانت الفاشية الألمانية والإمبريالية اليابانية تلطخ أوروبا وآسيا بالدماء، وباستثناء بريطانيا داس هتلر على معظم الدول الأوروبية. وحتى بريطانيا كانت تعاني من الغارات الجوية المستمرة من قبل ألمانيا النازية. لقد كانت محنة كوريا كمستعمرة يابانية بائسة بنفس القدر. على الرغم من تجارب طفولة الدافئة، عانى الكوريون من صراع هائل فقط من أجل البقاء على قيد الحياة وإيجاد طعام يتناولونه وملابس يرتدونها. مع نهاية الحرب، داهم الجنود اليابانيون البيوت الكورية وصادروا كل ما هو معدني، حتى الأواني النحاسية المستخدمة في شعائر الأسلاف صادروها لصنع الأسلحة. واستخدم كل الأرز لإطعام الجنود اليابانيين، بينما ترك الشعب الكوري ليجوع. لم يحصل المزارعون الذين حصدوا الأرز بأياديهم ولا حتى على لقمة من ذلك الأرز.
تمادت اليابان إلى درجة أنها قد منعت استخدام الهانجول، الحروف الأبجدية الكورية التي تعبر عن روح شعبها، وأجبرتنا على نبذ أسمائنا الكورية وتبني أسماء يابانية. وتم تجنيد جميع الشباب الكوريين إما من أجل القتال في ساحة المعركة بعيدا عن منازلهم، أو العمل لساعات طويلة في مناجم ومصانع الفحم. حتى في وسط هذه المصاعب انطلق شعبنا لاستعادة أمتنا. وفي عام 1940 قام الكوريون بتأسيس مكاتب للحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا في شونغشان في الصين، وأنشأوا جيش الاستقلال. اعتقد هؤلاء الوطنيون بأن مصادرة كوريا كانت مؤقتة فقط، كما كان لديهم عزم حازم على تحرير وطنهم الأم. بينما اشتعلت الحرب، وفي أبريل عام 1941 اجتمعت منظمات حركة الاستقلال الكورية في الخارج في الأكاديمية المسيحية في كاليهي في هونولولو، هاواي. وفي تجمع للشعب الكوري تعهد ممثلون من 9 منظمات، بما في ذلك الرابطة الوطنية الكورية في أمريكا الشمالية، والرابطة الوطنية الكورية في هاواي، والرابطة الاستقلال الوطني الكوري، بقلب واحد لمحاربة الجيش الياباني من أجل تحرير وطنه. في 1 يناير عام 1942 قبل عام واحد من ولادتي اجتمع ممثلون ل 26 دولة حليفة في واشنطن العاصمة، وقاموا بالتوقيع على إعلان متعهدين فيه بإنهاء الحرب ثم العمل معا من أجل السلام. لقد خلق ذلك الفرصة من أجل كوريا التي تم غزوها واستعمارها من قبل اليابان لكي تستعيد استقلالها. من وجهة نظر مشيئة الله التي تحكم التاريخ، كان ذلك تحضيره من أجل ضمان نضوج الابن المختار الوحيدة في أمة لها سيادتها الوطنية الخاصة. قبل عقود سابقة، وفي مارس 1919 خرجت جدتي جو ون مو إلى الشارع وهي تحمل والدتي هونغ سون إي التي كان عمرها 5 سنوات في ذلك الوقت، وصرخت بشدة من أجل الاستقلال. فعلت ذلك وهي تعلم فقط من خلال إيمانها أنها تحضر لولادة الابن المختار الوحيدة. لقد قاس العالم وشعبه في عام 1942 معاناة كبيرة من أجل نفس الغاية. وفي أواخر أسابيع الربيع من ذلك العام أمضى والدي ووالدتي أخيرا بعض الوقت معا من ثم وهكذا أنال الوجود. عنوان جانب المسيحية والابن المختار الوحيد. منذ لحظة الهبوط عامل الله من خلال عنايته لكي يرسل ابنه وبنته المختارين الوحيدين والمحبوبين للبشرية. وبعد وضع العديد من الأسس، بعضها أثمر وبعضها استولى عليها الشيطان، تطورت خطته بشكل كبير في كوريا. فمنذ أوائل القرن العشرين اندلعت الحرائق الروحية بين المسيحيين الكوريين المنتمين للكنيسة الخمسينية الذين تلقوا توجيهات عن العناية الإلهية. فقد اعتقدت الكثير من المجموعات بأن المسيح العائش سيظهر في بيونغيانغ نموذجا لذلك. وبالتحديد كانت هناك سلسلة متتالية من الكنائس: كنيسة يسوع الجديدة بقيادة المبجل لي يونغ دو، وكنيسة الرب المقدسة بقيادة المبجل كيم سونغ دو، وكنيسة داخل الرحم التي سميت بذلك للتأكيد على أن المسيح العائش سيولد من امرأة بقيادة المبجلة هيو هو بين. وكل هذه الكنائس الثلاث قاومت الاضطهاد من جهة من الحكومة غير المسيحية، ومن جهة أخرى من الطوائف السائرة. في خضم هذه الضغوطات أكملت هذه الكنائس القاعدة المسيحية لاستقبال الابن المختار الوحيد والبنت المختارة الوحيدة. إن الجزء الشرقي من شبه الجزيرة الكورية الذي تشرق منه الشمس أولا هو إقليم جبلي، بينما الجزء الغربي الذي تغرب فيه الشمس يتكون من الوديان. ووفقا لمبادئ الجيومانيسي، فإن الأعمال الروحية التي قادها الرجال تكشفت في الجبال في الشرق في وونسن في محافظة هامجيونغ، بينما الأعمال الروحية التي قادتها النساء
قد تكشفت في الوديان في جولستان بمحافظة بيونغ أن. من الممثلات لهؤلاء النساء كانت كيم سونغ دو من كنيسة الرب المقدسة، وهيو هو بن من كنيسة داخل الرحل. أما ممثلي الرجال الذين يسعوا الأعمال الروحية فقد كانوا المبشر وان غوك جو، والمبجل بيك نام جو، والمبجل لي يونغ دو من كنيسة يسوع الجديدة. نشأت والدتي في الكنيسة المشيخية السائدة، لكن جدتي تواصلت مع جماعات روحانية مختلفة، فعندما صار الوقت مناسبا عرفت حياتها الروحية على والدتي. قبل وقت طويل من تحرير كوريا في عام 1945 قدمت كل من جدتي ووالدتي تفانيهما المتقد، وعاشتا حياة من التضحية بالنفس، وخدمتا الآخرين بإصرار، وكل تركيزهما منصب على استقبال الرب في مجيئه الثاني. في تلك الأيام انطلق هوان غوك جو مع حوالي 50 تابعا من جياندو في شمال شرق الصين في رحلة دينية عبر شبه الجزيرة الكورية. لقد دعوا الناس لدينهم ولم يأكلوا أي شيء غير الدقيق الممزوج بالماء، وقاموا بمعجزات في اجتماعات الإحياء. وغالبا ما أتت الروح القدس إلى أخت المبشر هوان يون جا هي، بالإضافة إلى المبجل لي يونغ دو. قس محلي التقت به في واحد من جلسات الإحياء أثار إعجاب والدتي بشدة، التي انضمت لرحلتهم الدينية. سارت والدتي معهم في رحلتهم الدعوية من أنجو على طول الطريق إلى شينيوجو بالقرب من الحدود مع الصين. لقد قاموا بالتبشير بكلمة الله أينما ذهبوا. ومن الناحية السياسية كان عصرا مرعبا، حيث كان بإمكان الشرطة اليابانية إلقاء القبض على أي شخص يلمح لوجود الشعب الكوري. لكن اجتماعات المجموعة كانت عظيمة للغاية، لدرجة أن محققي الشرطة الذين أرسلوا للتجسس على الاجتماعات كانوا يتأثرون بشدة. لم تكن رحلة الدعوة والتبشير رحلة ممتعة، لقد كانت مسار مليئة بالمصاعب، حيث لم يكن لديهم غير الملابس التي على أجسادهم، كما كان سكان القرى معوزين بنفس القدر. على الرغم من ذلك مشى هؤلاء المؤمنون لمسافة 40 كيلومتر كل يوم وليلة، وأشعلوا نار الروح القدس في أي قرية زاروها. أكملت والدتي رحلتها عبر تشنجو مواصلة حتى غانجي لتصل إلى هناك في اليوم 100 من رحلتهم. في تلك اللحظة سعى فريق الدعوة لأن يعبر الحدود مع الصين نحو منشوريا، ولكن ثبت أن ذلك مستحيل، فعادوا إلى الوطن. بحلول وقت عودتهم إلى أنجو كان الموجه لي يونغ دو قد أسس جماعة تدعى بكنيسة يسوع الجديدة. فقررت والدتي الانضمام إلى تلك الكنيسة وبذل حياتها الدينية التي أعيد تنشيطها. لم يكن المبجل لي يونغ دو العضو السابق للكنيسة المشيخية ذا صحة جيدة، فقد كان في بعض الأحيان يتقيأ الدم وينهار أثناء اجتماعات الإحياء. لقد أنشأ المجلس التأسيسي لكنيسة يسوع الجديدة في بيونغيانغ، ولكن قبل أن يتمكن من فعل المزيد توفي شابا وعمره 33 عاما في ونسا. وبعد جنازته بدأت كنيسة يسوع الجديدة عملها مرة أخرى تحت قيادة المبجل لي هو بين لمدة 3 سنوات. وبدءا من عام 1933 مارست كل من جدتي ووالدتي حياتيهم الدينية في كنيسة يسوع الجديدة في أنجل، نسبة لإيمانها بضرورة أن تكون نقية من أجل استقبال المسيح العائد. كانت أمي تستغفر كل يوم وهي تبكي، وفي يوم من الأيام تلقت إلهاما من السماء: فلتفرحي، إذا كان طفلك ولدا سوف يصير ملك الكون، أما إذا كانت بنتا فسوف تصير ملكة الكون. كانت جالسة تحت السماء يضيئها نور القمر في أوائل ربيع عام 1934، وعمرها فقط 61 عاما. على الرغم من أن ذلك قد كان وحي من السماء، فإن ظروفها الفعلية لم تسمح لها بأن تقبل بسهولة مثل هذه الكلمات. مع ذلك هدأت قلبها وقبلتها بهدوء، وردت على الله: سواء أعطيتني ابنا أو بنتا فإنني سأعتبر هذا الطفل عظيما مثل الكون، وسأربيه برعاية كأمير أو أميرة للسماء.
سوف أكرس حياتي تماما من أجل إرادتك. وبعد بضعة أيام قام المبجل لي هو بين باختيار واحد من أعضاء كنيسته كزوج لوالدتي. لقد كان شابا عمره 26 عاما يدعى هان سونغ أون. في 5 مارس قام المبجل لي بإدارة مراسم زواجهما. بعد الزواج واصل هان سونغ أون في عمله كمدرس، وبقيت والدتي في المنزل بينما كانت تعمل بجد من أجل الكنيسة. أبقت والدتي الوحي الإلهي عن الطفل الذي كانت ستحمل به في ذهنها طوال الوقت. لقد أدركت أنه على الرغم من أن الطفل سيولد في العالم من خلال جسدها، إلا أنه طفل الله أكثر من أنه طفلها هي. واعتقدت بأنه مثلما أعطيت مريم العذراء طفلا، فإن طفلا سيولد من خلالها لكي يحكم الكون كابن أو ابنة الله. قرأت والدة الأناجيل من وجهة النظر تلك، وعزمت عكس ما فعلت السيدة مريم على أن تساند المهمة السماوية لذلك الطفل بجسدها وروحها. لقد اعتقدت جدتي ووالدي بأن شيئا عظيما سيحدث في كنيستهم قريبا، إلا أن 3 سنوات قد مرت ولم يتغير أي شيء. في ذلك الوقت سافرت جدتي إلى تشولسان في محافظة شمال بيونغ آن، وشاركت في اجتماع عقدته أخوية روحية نسائية بقيادة السيدة كيم سونغ دو، وتلقت هناك الكثير من البركات والنعم. كما علمت أيضا بأن كيم سونغ دو كانت تقدم الخدمة على الرغم من أن زوجها كان يضربها في كل مرة تذهب فيها إلى الكنيسة. وتلقى أتباع السيدة كيم الذين كانوا يقيمون اجتماعاتهم في بيوتهم اسم كنيسة الرب المقدسة. في حوالي عام 1936 انضمت والدتي إلى جدتي في رحلتها إلى تشولسان للمرة الأولى، وعندما قابلت كيم سونغ دو عرفت بأن الله قد فتح الفصل التالي من حياتها الإيمانية. بذا أصل إلى ختام التسجيل رقم 5، وسأبدأ في المرة القادمة التسجيل رقم 9 رقم 6 التي بدأت تتحدث فيه عن خالها شقيق أمها الوحيد، وأيضا عن بعض الكنائس والقادة المسيحيين الذين التقتهم والدتها قبل أن تولد هي. طبعا هذا الحديث مثل ما تساءل الأخ أحد الإخوة في فيسبوك ليس تبشيرا بالمسيحية، وليس دعوة للمسلمين لينتقلوا إلى المسيحية، وإنما هي دعوة لتحقيق السلام. السلام يتحدث عنه السياسيون وغير المتدينين والشيوعيين والبعثيين وغيرهم والأخوان المسلمين بالطبع. وأرى أن هذه المبادرة التي تقودها السلام لتحقيق السلام في العالم هي مبادرة ستؤتي أكلها بإذن الله في القريب العاجل. وما من أحد يسعى من أجل السلام إلا ويجب أن يتعاون مع الأمم. وفي النهاية ننتظر أن يتحقق السلام من كل الذين يسعون إليه، فليس أمامنا سوى أن ندعم السعي لتحقيق السلام. بلدي السودان بصورة خاصة يعاني من الحرب التي لم نرى مثلها في حياتي ولا في حياة آبائي، وكذلك دول أخرى كثيرة في العالم، والظلم يسود في كل بقاع الأرض، وعدم العدالة وعدم المساواة والاضطهاد وكثير من الشرور التي يعاني منها بني البشر. هذا هو سبب مشاركتي في هذا الكتاب، وهي قراءة من كتاب مطبوع يعكس ثقافة الشعب ويعكس تاريخ شعب ويعكس قصة حياة امرأة سمها البعض أم السلام. ولا أعتقد أن هذا الاسم تم إطلاقه جزافا، فهي حولها كثير من الناس من مختلف الديانات ومختلف الأفكار يعملون من أجل هدف واحد هو تحقيق السلام في هذا الكوكب الحزين. شكرا جزيلا. طارق علي محمد، الخميس 7 ديسمبر العام 2023، نهاية التسجيل رقم 5. في أمان الله.